عارف جسمك بيعمل كام تفاعل كيميائي في الثانية الواحدة؟ مليون، تريليون، ولا أي حاجة من دول. 37 مليار، المليار تفاعل كل ثانية. رقم يخض صح؟ الرقم ده لوحده يقول لك قد إيه جسم الإنسان معجزة معقدة، والتفاعلات دي اللي ورا صحتك ومرضك والتقدم في السن. يا عجوز، الطب التقليدي الحالي بيسأل عندك إيه؟ اسم المرض إيه؟ الدواء إيه؟ لكن الطب الوظيفي وهو مستقبل الطب بيسأل سؤال أهم. ليه الجسم خرج عن توازن؟ ليه ظهرت أعراض الشيخوخة؟ ليه المرض اشتغل؟ أعراض التقدم في السن في الحقيقة مش مرض، دي اختلال توازن. حاجات كتير وحشة مقابلها حاجات كويسة أقل، ودي اسمها الإكسبوزوم. يعني كل اللي جسمك بيتعرض له كل يوم، وهي اللي بتحدد أكتر من 90% من صحتك وطول عمرك، مش الجينات. مفاجأة مش كده؟ في امريكا في بحث اسمه دراسه توأم مينيسوتا على اخين توأم اتفصلوا بعد الولاده وتربوا في بيئتين مختلفين تماما. لما قابلوا بعض بعد 39 سنه العلماء اتصدموا، نفس الطول، نفس الذكاء، نفس طريقه الكلام، يعني الجينات شغاله زي الفل. بس المفاجاه الصحه كانت مختلفه. واحد عاش حياه هاديه، اكل كويس، نوم منتظم، توتر قليل، فطلع ضغطه مظبوط وقلبه سليم ونفسيته مستقره. التاني بقى الاخ توتر طول الوقت، اكل جاهز، تدخين، قله حركه، ايوه زي ما انت توقعت، عنده الضغط ومشاكل في القلب وارهاق مستمر. باختصار الجينات تشيل المسدس والاكسبوزوم يضغط الزناد. تعال نحسبها، انت مش ضحية جيناتك، انت قائد نظامك البيولوجي. ولما التوازن يرجع الجسم يعرف يعالج نفسه بنفسه. ولو فهمت النظام تقدر تصلحه. فهمت الكلام واقتنعت؟ تابعني واقول لك ايه الاكسبوزوم اللي هنقللها وايه اللي هنزودها. خليك متزن.